فول ستوب. أنا من الناس اللي كان ليهم تاريخ طويل من الرؤى، ده ليه جدا. لا اسمع ده هكتب بعد كده. لا التسجيل ده أنا من 35 سنة كنت بس أنا بطلت أتكلم عن المنامات والرؤى من 7-8 سنين، من 2006. انا فاهم الحته دي، بس بعد ما حضرتك قفلتها قلت لن اتكلم في هذا الامر مره اخرى، لكن انا كان ليا دايما منامات وكده بشكل. بتشوف حضرتك نفسك على عرش مصر؟ لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. يعني شفت كثير جدا من الامور اللي حصلت بعدها طبعا. حتى كانت غير، كان ما حدش قدر يفسرها في من 35 سنه، ما حدش قدر يفسرها ابدا. زي ايه كده؟ بس دي مش هتتقال. لا خلاص مش هتقال في الحوار. لا هستخدمها بقى لما ربنا يعني مثلا شفت في المنام من سنين طويله جدا ان انا رافع سيف مكتوب عليه لا اله الا الله باللون الاحمر. ده من 35 سنه. لا اله الا الله لونها حمر. باللون الاحمر، نعم، بسيف مرفوع. ان انا في ايدي ساعه عليها نجمه خضراء ضخمه جدا، اوميجا، والناس بتسالني بيقول لي انت اشمعنى انت اللي معاك الساعه دي؟ فقلت لهم الساعه دي باسمي، هي اوميجا وانا عبد الفتاح. يعني رحت حاطط الاوميجا مع العالميه مع عبد الفتاح، مش انا اللي تفسير لنا مثلا. يعني منام ثالث ان يتقال لي هنديك اللي ما ادوناهوش لحد. مين؟ مين؟ في المنام يعني هنديك اللي ما ادوناهوش لحد. منام اخر انا مع السادات بكلمه، فبيقول لي انا كنت عارف ان انا هبقى رئيس الجمهوريه. قلت له وانا عارف ان هبقى رئيس الجمهوريه. حضرتك حسيت بايه؟ بتحس بايه لما بتشوف صورك مرفوعه جنب صور عبد الناصر؟ وحسيت بايه لما عبد الحكيم قال لك انت امتداد للزعيم وانت الاقدر على قياده البلاد؟ انا في دايما دعوه بقولها، يا رب اكون كده. فعلا الاستفتاء على الدستور هو بدايه تحقيق الحلم.